في مكان ما بعيد عن عيون الناس كان في فكرة صغيرة بتدور، فكرة بسيطة جدا لكنها كانت أخطر من أي اختراع اتعمل بعدها بقرون. مش انفجار ولا حرب ولا مصنع مليان معدات، لكن مهندس قاعد لوحده قدامه شوية خشب وشوية تروس وحبة مية، وبيحاول يخلي آلة تشتغل لوحدها. اللحظة دي كانت بداية حكاية طويلة، حكاية الإنسان مع الماكينة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محمد الراعي، ودي حلقة جديدة من قناة خط. والخط بتاعنا النهاردة عن واحد من أعظم المهندسين اللي عدوا على تاريخ البشرية، راجل سابق زمنه بقرون، لكن للأسف اسمه اتحط في الظل. قبل ما نتكلم عن اختراعاته لازم نذكر اسمه الكامل: بديع الزمان أبو العز إسماعيل ابن الرذاذ الجزري. عاش في القرن الثاني عشر الميلادي في عالم مفيش فيه كهرباء ولا محركات ولا أدوات قياس حديثة، ومع كده قدر يعمل حاجات لسه بنستخدم فكرتها لحد النهاردة من غير ما نكون عارفين إن أصلها راجع لراجل عاش من أكتر من 800 سنة. كان رئيس المهندسين في الدولة الأرطقية في مدينة ديار بكر، وده منصب مش بسيط، لأن الجزري ما كانش مجرد مخترع بيجرب لنفسه، ده كان مسؤول عن آلات بتخدم دولة كاملة، آلات بتوصل مية، بتنظم وقت، وبتسهل حياة الناس. اللي يميز الجزري فعلا إنه ما كانش مهتم بالنظرية قد ما كان مهتم بالنتيجة. ما كانش يسأل الفكرة دي ممكنة، لكن كان بيسأل إزاي أخليها تشتغل، وكان يقعد يعيد ويظبط لحد ما الآلة تقوم وتشتغل لوحدها. علشان كده كتابه الشهير الجامع بين العلم والعمل النافع في صناعة الحيل مش مجرد كتاب علمي، ده سجل عملي بتجارب حقيقية. الجزري شرح فيه حوالي 50 آلة، مش بس شرح فكرتها لكن كمان رسمها وبين كل جزء فيها بيعمل ايه واللي اتحط في المكان ده بالذات. لما تقرأ الكتاب ده هتحس ان الجزري بيكلمك بشكل مباشر، كأنه بيقولك لو الآلة دي وقفت اعمل كذا، ولو المية اتحركت بسرعة زيادة ظبط الصمام الفلاني. وده شيء نادر جدا في كتب الزمن ده. ومن أهم الحاجات اللي الجزري وثقها بوضوح استخدام عمود الكرنك. الجزء الصغير ده هو اللي بيحول الحركة الدائرية لحركة ترددية، وده أساس تشغيل أي موتور. من غير عمود الكرنك مفيش عربيات ولا ماكينات مصانع ولا مضخات حديثة. أول مرة الفكرة دي تتسجل بالشكل العملي الواضح ده كانت على إيد الجزري. اهتمام الجزري بالوقت خلاه يبتكر ساعات مائية معقدة جدا. الساعات دي ما كانتش مجرد وسيلة لمعرفة الساعة كام، لكنها كانت عرض هندسي كامل. في أوقات معينة أبواب تتفتح، تماثيل تتحرك، وأصوات تطلع، وكل ده محسوب بدقة باستخدام المية. ساعة الفيل كانت أشهر مثال على عبقرية الجزري في الساعات المائية دي. آلة واحدة جمعت ثقافات مختلفة، شكل فني جذاب، ونظام ميكانيكي داخلي معقد، لدرجة إنها لحد النهاردة بتتدرس كنموذج عبقري لتصميم الأنظمة المعقدة. تخيل معايا فيل كبير من البرونز فوق كتفه قلعة صغيرة، وعلى القلعة في قبة وطائر، وتحت فيل وتنين صيني، وفوق رقبة الفيل سائق هندي ماسك فاس وصولجان، وكل ده بيشتغل بالمية بس. كل نص ساعة بيحصل عرض كامل مذهل. الطائر فوق القبة يصفر ويحرك جناحيه، الراجل في القلعة يرمي كورة معدنية في بق التنين، التنين
يميل لقدام، والسائق يضرب الفيل بالفاس، والفيل يهز راسه، وفي نفس الوقت في قلم بيتحرك بدقة في الساعة علشان يوريك الدقايق كام بالظبط. والأجمد، الآلية كلها مخفية جوه بطن الفيل، حوض مية مع طبق عايم فيه فتحة صغيرة جدا. الطبق ده بيغرق بالتدريج على مدار النص ساعة، وبيشد حبال بتحرك كل الأجزاء دي مع بعض بدقة متناهية. الساعة دي مش بس بتقيس الوقت، دي رمز للوحدة بين الثقافات. الفيل يمثل الهند وأفريقيا، التنين صيني، الطائر الفينيقي رمز لمصر القديمة، والقلعة إسلامية. الجزري جمع العالم كله في آلة واحدة. ومع مرور الوقت الجزري بدأ يدخل في مستوى أعمق من الاختراع، صمم آلات بتشتغل لوحدها من غير أي تدخل بشري مباشر، خدم آليين بيقدموا مية وأنظمة لغسل الإيدين والوضوء، وآلات تبدأ وتقف وتعيد ضبط نفسها اعتمادا على مستوى المية والحركة. ولو حابين نتكلم عن كل اختراعاته بالتفصيل قولوا لنا في التعليقات. اللي عمله الجزري هنا مش مجرد اختراع، ده فهم الفكرة التحكم الذاتي أو الأوتوميشن. الآلة تبقى ليها سلوك وليها رد فعل وليها دورة تشغيل كاملة، وده بالضبط اللي بنسميه النهاردة الأتمتة أو التحكم الآلي. الوقت اللي كان الجزري بيشتغل فيه على الأنظمة المعقدة دي كانت أوروبا لسه في مراحل بدائية جدا في عالم الميكانيكا. الفجوة كانت واضحة، لكن التاريخ مركزش عليها. ومع الوقت اسم الجزري بدأ يختفي، بينما أفكاره فضلت عايشة. بعد قرون لما كتب الجزري اترجمت، مهندسين كتير في أوروبا بدأوا يكتشفوا إن الأساس اللي بيبنوا عليه موجود بالفعل. طوروا الأفكار، لكن الأصل كان موجود من زمان. النهاردة نماذج لاختراعات الجزري معروضة في متاحف عالمية، وكتبه بتتدرس في جامعات، ومهندسين كتير اعترفوا إنه واحد من أهم المؤسسين للهندسة الميكانيكية الحديثة. الاعتراف جه بس بعد ما الزمن عدى. قصة الجزري مش مجرد حكاية عن مهندس عبقري، لكنها بتفكرك إن في وقت من الأوقات الحضارة الإسلامية كانت في قلب صناعة العلم، مش على الهامش. كانت بتبتكر وبتجرب وبتغلط وتصلح لحد ما توصل. والسؤال اللي بيفضل في الآخر مش الجزري عمل إيه، لكن إحنا ليه ما نعرفش القصص دي كويس، وليه سايبين تاريخنا يتحكي من غير صوتنا. في المرة الجاية لما تسمع عن حد بيتكلم عن بداية الروبوتات أو الموتور، افتكر إن القصة بدأت من هنا، من ديار بكر، من إيد راجل اسمه الجزري. شارك القصة دي علشان صوتنا يرجع يتحكي. ولو عجبك الفيديو متنساش تدعمنا بلايك واعمل اشتراك، واستنى الخطوة الجاية.